من اسرع واحلى الحاجات اللي ممكن تعمليها في الصيف حلى بارد بدون فرن وبيض ولبن ودقيق وبمنجيه 1.5 كيلو حليب. هتعملي حاجه حلوه قوي لاولادك هتعجبهم. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بينا نحضر الطبقه الاولى. هاتي بقى الحله بتاعتك، هاتي الكسرولة المتاحه عندك. انا هستخدم 3 كوبايات لبن او 3 كوبايات حليب ومعاهم كوبايه ميه. ممكن تستخدمي الاربع كوبايات حليب، ممكن تستخدمي الاربع كوبايات كوبايتين ميه وكوبايتين حليب حسب اللي يريحك. انا استخدمت 3 كوبايات لبن وكوبايه ميه. هنزل عليهم باربع معالق كبار نشا ومعلقتين لبن بودر لو متاح. السكر ده حسب الرغبه، انا حطيت سكر بس المقطع ده ما تصورش. هنزل كمان بكيسين فانيليا بيخلي الطعم حلو قوي. كل ده على البارد. هقلبهم بقى كويس قوي لما احس ان النشا بتاعي كده داب والسكر داب. هبدأ ارفعهم على النار. ايدي مستمرة في التقليب. اخر حاجة هنزل معلقة كبيرة قشطة اللي هي وش اللبن، برضو ممكن تستغني عنها بس هي بتعزز الطعم. طول ما هي على النار انا ايدي مستمرة في التقليب علشان ما تشتش معاكي من القعر من تحت وما تكلكعش. اول ما تبدأ تربط معاكي كده وتتقل معاكي شوية هتشيليها على طول من على النار. ده القوام اللي انا محتاجاه. هجيب بقى الكوبايات بتاعتي او الكاسات او الاطباق اللي انت هتقدمي فيه. انا حبيت هنا ان انا اجيب الكاسات بتاعتي الصغيره علشان انا عايزه اعملها بميل شويه. جبت طبق الكب كيك، الصينيه بتاعت الكب كيك، وحطيت فيها الكوبايات بميل شويه. انت ممكن تعمليهم الاتنين فوق بعض الاسهل ليكي. هبدا بقى اللي انا اصب اول طبقه معايا اللي احنا عملناها مع بعض. هصبها بميل شويه وهسيبها تبرد شويه وبعد كده ادخلها التلاجة تجمد. هدخل بقى الصينيه بتاعتي التلاجة تجمد عقبال ما نحضر مع بعض الطبقه التانية. كان عندي منجيه كبيره قطعتها، هنزل عليها ب3 معالق سكر، ربع كوبايه ميه، هضربهم كويس قوي في الخلاط. هجيب بقى البوله بتاعتي. هستخدم باكت جيلي مانجا. هنزل بربع كوبايه ميه سخنه هدوب فيها الجيلي بتاعي. اول ما اتاكد ان الجيلي الحبيبات بتاعته كده دابت هنزل عليهم بكوبايه كبيره ميه ساقعه من التلاجة. اخر حاجة انا خلصت المانجا وضربتها في الخلاط. هجيب بقى المصفى بتاعتي واصفي المانجا. هقلب برضو كويس قوي. انا كده اتأكدت للطبقة الاولى بتاعتي اللي كانت في التلاجة جمدت. هبدأ بقى انزل عليها الطبقة التانية بس وانا هصبها بالراحة. هخلص بقى كل الكمية وهرجع تاني الكاسات بتاعتي التلاجة عشان المانجا بتاعتي تجمد. الافضل ان انت تسيبيها يوم كامل او ليلة كاملة عشان تجمد معاكي. انا كده خلصت كل الكمية ورجعتها التلاجة وسبتها يوم كامل. طعمها كان لذيذ وسهلة وبسيطة. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو تنسينيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات وربنا يحسن ما بين ايديكم.